السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة دايما يا رب. ان شاء الله فيديو جديد، موديل شتوي ينفع لكذا، يتلبس يعني بكذا طريقة. تمام، دي كراهات ليه، ناحية لها وبرة وناحية ملسة، النسيج بتاعها باين. فاحنا هنعملها، وده طلب صاحبة القماشة ان احنا نعملها على الكرات اللي فيه وبرة، تبقى هي اللي بره. الموديل اللي هنعمله ده ممكن يتلبس باكتر من شكل. نقول بسم الله وخليكم معايا لاخر الفيديو، هتشوفوه في الاخر هيطلع شكله ايه وهينفع ايه في الاخر. تمام، يا ريت اللي بيتفرج علينا لو عجبته القناه يا ريت ما ينسناش بلايك وشير وسبسكرايب عشان يوصله كل جديد باذن الله. في الاول كده هنبتدي بان احنا هنعمل السفره. تمام، احنا قايسين السفره هتطلع 20 وهنزود 2 سنتي الخياطه فوق وتحت، يبقى كده 22. هنبتدي بقى ناخد نص عرض الكتف، احنا عندنا عاملينه 21 وهننزل ل 3 سنتي زي ما احنا بنعمل في كل موديلاتنا كده. وهناخد هنا 8 سنتي من حردة الرقبة، وهننزل 8 سنتي، وهنمد من نقطة الرقبة لل3 سنتي بتاعت ميل الكتف. هنا بقى في غلطة كده او في حاجة يعني طرقت عليا بعد ما قصيت السفرة دي، ان انا عايزة اعملها بالورب. هتبقى تدي شكلها حلو برضك. فبرضك انا مش هتخسر معانا السفرة اللي انا عملتها دي، وهقول لكم ان هي في الاخر هتنفع ايه. خليكم معايا بس لاخر الفيديو. انا دلوقتي قصيت السفرة الامامية وصفتها كده. انا طبعا جايه هنا في الطرف بتاع السفره من تحت، جاياها بزاويه طالعه لبره شويه عن خط الكتف، لان جايه لازم اجيبها بدوران على حرة الجيرو اللي هنعملها بعد كده في بقيه القماشه. تمام، نفس السفره دي انا هعملها للخلف من ورا، يعني التعديل اللي انا هعمل الرقبه الخلفيه مش هعملها 3 مش هعملها 8 سم، لا هعملها 8 في 3 سم. تمام، وهصفيها كده من اللي حواليها زي ما انتوا شايفين كده. بص هنا هناخد 2 سنتي من اخر السفرة من ناحية حرة الجيرو، بس هي مش باينة عشان الكاميرا. فهناخدها وبرضو هنعمل نفس الحتة دي في بقية الموديل اللي هو الجزء اللي من تحت اللي انا بعمله ده، هيبان لكم في الاخر. تمام، وهقول لكم ليه. دلوقتي انا بقى بقيت القماشه بطبقها، اللي هي القماشه دي 2 متر ونص يا جماعه. فانا باخد من ناحيه السفره ومن الناحيه التانية بنفس طول المترين ونص، فانا بطبقهم على بعض يعني متر وربع بعد ما اطبقه، وبتنيه على وسع الديل. تمام، انا باخد المقاسات دي كلها من على ال القماشه الحاجه المعموله دي على عندي، عشان دي ست كبيره، ودي تنفع حاجه امهاتي برضو منها عشان القماشه شكلها حلو. عشان القماشه هي اللي بتحدد على فكره تتلبس ايه، بيتي او خروج او اي حاجه. يعني ممكن الموديل هو بس على قماشه خروج تبقى حاجه خروج وتبقى جميله جدا. تمام، المسافه زي ما انتم شايفين كده انا باخد 10 سنتي لتحت و10 سنتي لجوه من على الطرف، عشان اعمل حردة ايه، باقي حردة الجيرو. تمام، عشان انتوا السفرة انا عاملاها طولها 20، هناخد منها 3 سنتي من الكتف و2 سنتي اللي هي من اخر السفرة، يبقى الباقي على ال10 سنتي دول يبقى هو ده طول حردة ايه الجيرو. لازم تحسبي كل حاجة وانت بتعمليها بالظبط. تمام، يعني السفرة كان طولها 20 ونزلنا ال3 سنتي بتاع حرة ميل الكتف وال2 سنتي بتاعت الخياطة اللي فوق واللي تحت، يبقى صفصفت على 15 وال10 سنتي اللي احنا نزلناهم هناخد منهم كمان سنتي او 2 سنتي. فهيبقى العدد الباقي هيبقى في حدود كام، بتاع 25 24 حاجة زي كده. تمام، فدي يا دوبك عشان انا عايزاها اعملها واسعة عشان هدوم الشتاء وكده، ودي ست كبيرة. تمام، انا كده قصيت وبحدد وصفيت القماشه خالص. وبعد كده باخد بقى، شفتوا ال2 سم اللي انا بقصهم من ناحيه بردك حرة الجيرو مع ال2 سم اللي خدتهم من ناحيه عند السفره، عشان لما بتيجي بترفعي ايديك وبتيجي تنزليها ما بيكونش فيه كلكعه من ناحيه الظهر او قدام، ما بين التوصيله ما بين السفره والجزء اللي تحت. تمام، دي فايدتها. دلوقتي احنا بقى الباقي بنعمل الكم. طبعا انا بشوف انا نزلت حالة الجيرو قد ايه، بنزود عليه 2 سنتي زي ما انا متعودة في الكم عندي، بزود حالة الوسع بتاع الكم بيبقى قد ايه. طول الكم احنا عندنا هنا 60، والكم هنا احنا هنعمله باستك عشان برضو الشتا وتبقى حاجة ضم عليها، بعكس المعمولة اللي هي السمرة الموديل اللي انا هعمل زيه
معموله كم عادي، بس دي عشان صيفي، فانا بوسع هنا برضك على اساس ان دي شتوي وبيتلبس تحت منها حاجات. فانا باجي بقى، ده طريقه الكم يا جماعه، اللي في ناس في حد سالني بيقول انت بتكروتي في الكم، وطريقه الكم ادي قدامكم اهي، هتبقى بالطريقه مفصله بالظبط. انا بعد بقيس هنا، باخد هنا 13 او 14 سنتي نزول حردة الجيرو اللي هي عند ترمبة الكم، وباخد كده بالزاويه دي كده من الناحية المقفولة اللي فوق، والناحية اللي تحت هي اللي عند المفتوحة، وبقسمه كده بالنص بالطريقة دي كده، وكل نص يمين الخط الزاوية ده بقسمه بالنص تاني، واجي النص اللي تحت باخده لجوه الكم سنتي، والجزء اللي فوق باخده لبره سنتي، ويبقى في الاخر هتديني الحرف الاس زي ما انتوا شايفين كده. انا بقصه وهسيبه بوسعه كده، واعمل اعمل الفرد من عند الكم من فوق، وكده هيبقى من تحت اسك بالمنظر. دلوقتي بقى القصايص دي بقى انا عايزه اعمل ايه؟ السفره اللي هي بالورب، اجي بقى هنا اعملها زي المنديل مثلث الحته الباقيه، واجيب كده الحردة اللي هي السفره اللي هي الاماميه اللي انا عاملاها بالعدل، عايزه اعملها بالورب، واجيبها كده بالظبط زي ما انتم شايفين كده، زي طريقه المثلث او الكلوشه، واعلم العلامه واقصها، ويبقى كده معانا السفره اللي هي الاماميه بس كانت يعني الظروف ما تحش ان القماشه ان انا اعمل سفرتين ورا وقدام تبقى بزاويه، فانا عملت واحده بس. واللي انا عملتها دي مش هتضيع علينا ولا هتهدر للقماش، انا برضو هقول لكم ان هي هتعمل ايه، هعمل ايه بيها. خليكم معايا بس ايه زي ما قلت لكم في الاخر ايه الفيديو. يا رب اكون قدرت اوصل لكم معلومه، وان انا شرحي وافي وتقدروا تستفيدوا باذن الله. انا هعمل هنا في الصدر، هعملها سوستة بدل المردة بزراير، فانا هشق كده بس، هسيبها برضك مشبوكة في بعضها كده عشان اعرف اشبك فيها الجزء اللي تحت اهو. بصوا الفرق، ادي النص هو ده بتاع بقيه الفستان من تحت او الجلابيه، والزياده اللي هي من ناحيه حاره الجيرو دي اللي هتبقى كشكشه او قصر من ايه، من قدام. تمام. انا طبعا عامله العلامات بتاعتي، هنروح على الخياطه على المكنه، احط الفرد على الفرد بتاع خط النص بتاع السفره الاماميه. وهنا في نقطه يا جماعه خلي بالكم، هنا الورب لازم تبقى هي اللي على الدواسه، القماشه اللي بتبقى على الدواسه من تحت، اولا لسببين. اولا عشان انا القصر لازم تبقى في وشي من فوق، حتى لو كانت السفره على العدل، يعني مش معموله بالورب، لازم تبقى القصر اللي انا هعملها الراقي اللي يبقى فيه قصر يبقى في وشي انا، يبقى من فوق تحت الدواسه على طول. والطبقه اللي تحت بتبقى على كروشيه، فما بالك دي بقى للسببين اللي هو سبب الكسر وسبب ان هي بالورب، عشان ما تشدش معايا وتبقى ملوحه لازم تبقى هي على الكروشيه. تمام كده، واخيط. وبعد كده هون ادي بقى الفرد على فرد اخيطه، وادي مسافه ما بين الفرد اللي تبقى لازم تبقى متساويه. فانا هعمل ايه، اقيس من على الطرفين هنا المسافه اللي هي بادئه من فين القصر، واللي يبقى الناحيتين زي بعض، احط كده دبوس واعلم علامه كده. وبعد كده انا الزياده بقى اخليها قريبه من الفرد اللي هو بتاع النص، واعمل الكسر بتاعتي عشان يبقى الاتنين متساويين، ويبقى في مسافه ما بينهم في النص، لان هتبقى في النص هتبقى السوسته، فلازم تكون المسافات متساويه. تمام. انا دلوقتي خلصتها، وزي ما انتم شايفين كده هعملها اوفر، وهديها شيمه تبقى تدي شكل حلو ايه في للسفرة من قدام. انا دلوقتي حطيت قست مكان السوستة، وعملت علامة. وبعد كده انا هاجي بقى اعمل ايه الخلف، هدبس برضو الفرد على الفرد، بس دي بقى ايه، دي انا هعمل الكشكشه بتاعتها او الكسره هتبقى هخليها في النص. فانا هبتدي كده من على الطرف، وبعد كده بصوا عشان دي برضو هي كمان السفره اللي ورا مش بالورب، بس انا برضو خليتها من تحت عشان الكسره تبقى ايه في وشي. اجي بقى عندي الفرد اللي في النص دون، وايه الفرد على الفرد، وبعد كده اعمل الكسر نفس الاتجاه مع بعض، ونفس الكسر العدد اللي حطيته يمين الفرد هو نفس العدد الكسر اللي حطيته على شمال الفرد. الفرد يعني العلامة الشاء اللي هي علامة النص، عشان يبقى الجاية بالنص بالظبط الكسر، وتبقى المسافتين اللي على الطرفين تبقى متساوية. تمام. انا تبقى بالمنظر ده الكسر يبقى في النص كده ومتساوية. تمام. هنا بقى انا عملت اهو العلامة اللي بتاعت السوستة اهي، ودي الخط ده انا هعمل له بقى بعد ما عملته الاوفر، هعمله شيمة صغيرة.
تمام. انا عملت طبعا دلوقتي شقيت مكان السوسته، كده كده انا ثبت السفره مع الجزء اللي تحت، فمش مشكله ان انا اعملها ايه، اشقه الاول ولا اعمل الشيمه الاول. هنا برضو نفس الوضع، لازم احط السفره الملوحه اللي هي بالورب على الدواسه من تحت، وادي السنت الخياطه بتاع الاوفر لفوق ناحيه السفره عشان تديني شكل حلو من بره. وهتشوفوه دلوقتي بعد ما خلصت، شكلها بجد جميل. بصي مديها شكل حلو كمان، الورب الكرات اللي بالورب وكده. دلوقتي بقى انا عشان اعمل السوسته السحريه لازم اغير الدواسه بتاعت السوسته، واعمل اول فرده كده الوش على الوش، وانا عملتها في كذا فيديو قبل كده، يعني اللي عايز يرجع للفيديوهات بتاعتي في القناه في تركيب السوسته السحريه. تمام. عشان لو اللي منها سودة والقماشه غامقه فممكن تكون ما تستوضحش ليكوا الطريقه بتاعت السوسته دي بالظبط. تمام. انا بخيط كده فرده فرده واجي اعمل الفرده التانية. عايزه اقول لكم حاجه بس قبل ما نعمل السوسته، انا ملاحظه ان الفيديوهات اللي قبل كده اللي انا عملتها بتاعت التصليحات واعاده التدوير بتجيب مشاهدات يعني معقوله، بالنسبه للقناه اللي كانت قبل كده يعني ما كانش فيه مشاهدات عن التفصيل. فده مش عارفه افهمه ايه، ان انا ارجع تاني للتصليحات واعاده التدوير، ولا خليني في التفصيل، ولا فيديو كده وفيديو كده، مع ان انا اخر فيديو في التصليحات قلت ده اخر مره هعمل الفيديو للتصليحات وبعد كده هنبقى تفصيل. فبصراحه انتوا اللي بتخلوني ان انا ايه، سواء ابتدي اعمل تصليح ولا تفصيل بسبب المشاهدات بتاعتكم. فربنا يسهل ان شاء الله والاقي تفاعل منكم سواء في فيديوهات التصليح او التفصيل باذن الله. دلوقتي نرجع بقى خلاص خلصنا السوسته وتلاقي شكلها حلو، وهنحط بقى الكتف على الكتف وهنخيط عادي خالص زي ما بنعمل اي بلوزه او فستان. وهنبتدي نعمل الكم. برضو هي القماشه على فكره حلوه يا جماعه على الكرهات الابيض، يعني الناحيه الفاتحه، بس صاحبه القماشه عايزاها هي عشان ست كبيره، عايزاها على الغامق لظروف عندها يعني وكده. فانا بحط الفرد على خط الكتف بتاع الموديل، وببتدي اظبط الحرز الجيرو. هنا عايزه اقول لكم للامانه ان حرز الجيرو بتاعه الجلابيه ذات نفسها او الفستان او الموديل ده طلعت واسعه شويه، لان انا حسبتها لقيتها نفس الطريقه اللي انا بعملها هي بس قست الكم وسع الكم اللي عليها بتاع الموديل اللي هي جايبه، اللي انا اعمل زيه لقيتها ايه اوسع شويه. فقلت لا مش هتخسر برضك، انا مش هقصها وهخليها لو ربما هي ايه تكون برضك عايزة الزيادة دي يبقى نعرف نتصرف فيها. تمام. انا قلت اقول لكم للامانه عشان لو شفتوا وانا بخيط الكم فيه زياده من على الطرف. دلوقتي احنا خلصنا الكم وهنعمل تانية عريضه شويه على قد الاستك اللي عندي. كل واحده بتبقى عارفه الاستك اللي هي هتحطه ايه، وبعد كده بتعمل تانية على قدها. تمام. انا بقى خلصت الاول كم وهخيط الجنب، بس انا هسيب مسافه بتاع 10-12 سنتي من فوق عند الكم عشان اعرف اركب الاستك. دلوقتي بخيط الكمام الجناب بتاعتي. طبعا انا بعمل اوفر في الاخر، في حاجات اوفر لازم اعملها قبل وانا بخيط على طول، وفي اوفر ممكن اعمله في الاخر، يعني السفره والكتاف لازم اعملهم قبل ما بركب الكمام. تمام. انا دلوقتي خلصت الجنب بتاع الجلابيه، وبعمل الكم التاني برضو كسب مسافه من فوق. وكده هيعتبر احنا قربنا نخلص الفيديو بتاعنا. ودلوقتي انا بقى دي اسهل طريقه بقى لتركيب الاستك، ان انا بدكك، بعمل خياطه عاديه وبدككها. لكن انما عشان كمان القماشه ناشفه، لو القماشه خفيفه كنت انا عملت الاستك على قد الايد اللي انا عايزاها وقفلتها، وبعد كده اقفل الكم واركبه على المقفول بحيث يبقى الخياطه كلها ثابته. برضك هتلاقوا برضك فيديوهات عندي، ارجعوا الفيديوهات، في فيديوهات في موديلات باستك انا عاملاها الطريقه اللي انا بقول لكم عليها دي، والطريقه دي اسهل بصراحه للمبتدئين. لو تلاحظوا ان انا معظم الحاجات اللي انا بعملها بسهل على الناس وعلى الناس المبتدئه عشان ما تغلبش نفسها، ممكن القماشه تلوح تحت الدواسه بتاعه المكنه. انا بخيط الجناب اهون بعد ما ثبت على الاستك من الطرفين وبقفله، وادي شكله وانا ايه وانا لابساها، يعني ايه بيبقى على الايد شكلها ايه. دلوقتي انا بقى عايزه اعمل بقى نص الياقه صغيره، فانا بقيس حرة الرقبه الاماميه والخلفيه النص بتاعها، وبعمل ادي استعمال يا جماعه السفره اللي قلت لكم عليها ان هي مش هتخسر معايا.
تمام. يعني الواحد بيبقى عامل حساباته، لان انا بصراحه ما بحبش اهدر من اي قماش خالص. حتى لو حاجه زادت بقترح على صاحبه القماشه، لو عندك طفله صغيره ولا اي حاجه بحاول اعمل لها موديل من البواقي بتاعه القماشه لو هي فايضه شويه. ادي النص الياقه اهي، وان شاء الله هحط لكم في صندوق الوصف طريقه النص الياقه بتشطيبها ازاي، بطريقه باكتر من طريقه. تمام. 2 سم باخدها من الناحيه المفتوحه كده لفوق بدوران بسيط. وطبعا انا بقص من فوق كده، بس في القماشه دي عشان كده كده هي ناشفه، انا مش هقص من فوق، بس هاخدها وانا بخيط. طبعا بدي زاويه كده لجوه من ناحيه الناحيه المقفوله كده اهي زي ما انتم شايفين كده، عشان تديني من فوق اكنها دوران وقافله على الرقبه. هنا بعمل علامه الفرد عشان دي اللي هخيط بدايتها وهثبتها مع النص الخلفي مع للحردة الحردة الخلفية للموديل. تمام. بطبقها كده. شوفوا بقى حتة الخياطة دي اللي انا بخيطها، اجي كده اقفل من الجنبين واجي من على الطرف من فوق كده وانا بلوح القماشة، اجي بقى من ناحيه ايديا اللي هي اللي من جوه كده، باجي لجوه لتحت شويه، باخد سنتي خياطه من الياقه من نصي بس، وبمشيها للاخر على ما فيش من الطرفين. ليه بقى؟ عشان انا بصوا بدل ما عشان تدي دوران بسيط من ورا، وبديها كده بفتح القماش. في القماشه دي لازم اقص اللي انا فتحته، لكن لو قماشه خفيفه انا بسيبها، لان قماشه خفيفه بتاعت الصيف، لكن قماشه الصوف اللي زي دي كده هتكلكع معايا من فوق، فانا بقص الزياده دي كده وبقلبها واديها شيمه بالعرض من فوق خالص اهو. بصي بديها شيمه كده، مش من هنا من على الطرف، لا من عندي الزاويه من فوق الخط الدغري بديها خياطه. ليه بقى؟ عشان انا لو طلعت زياده شويه او ناقصه شويه بقدر بدل ما افك ده كله، لا بفك اللي على الطرفين بس، يبقى انا ايه مش مخيطه، مش مثبتها من على الطرف. اجي اثبتها بعد ما بثبتها خالص، بثبت الياقه على في الجسم في حردة الرقبه، اروح انا ايه مديها شيمه صغيره. تمام. زي ما انتوا شفتوا كده بخيط الياقه، نص الياقه بحطها على وش القماش، يبقى عشان لما اجي اقلبها يبقى الخياطه من الظهر بتاع القماشه، تبقى من جوه يعني. تمام. واثبتها كده الاول بقيسها، وبعد كده مع الطرف كده اروح مخيطاها اريح النص الياقه على حردة الرقبه، عشان حردة الرقبه اللي من تحت الكروشيه بيسحبها قوي. تمام. انا كده يعتبر قربنا خلاص، وهوريكم الموديل في الاخر. يا رب اكون قدرت اوصل لكم معلومه، وما تنسوناش باللايك والشير والتعليق المحفز عشان يوصل لكم كل اشعارات، واللي مش بيوصل لها اي اشعارات يا ريت تلغي الاشتراك وترجع تشترك تاني، هتلاقي الاشعارات جات لها باذن الله. تمام كده. اديك احنا خلصنا الياقه. بصوا شكلها ازاي بعد ما عملتها اوفر، وبدنيها شيمه لجوه كده عشان اثبتها بتشطيب جميل جدا. ايه رايكم؟ كده مفيش غير الديل بس، وان انا ايه ادي الموديل اهو والله، وهي المعلقه الموديل دون عامل زي فستان حمل يا جماعه، او للبدينات حاجه كاجوال كده تبقى شكلها جميل جدا. ايه رايكم؟ هو اللمضه فوق الموديل فعشان كده هي مش واضحه قوي، بس برضك هيوصل لكم برضك ايه الشكل. انا مصوره جزء تاني وهي من غير اللمضه دي كده اهو. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.